حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ. نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 23 من يوليو عام 1952 قام تنظيم الضباط الأحرار بثورة بيضاء لم ترق بها دماء، ونجحت الحركة في السيطرة على الأمور والمرافق الحيوية بالبلاد، وأجبرت تلك الحركة الملك فاروق على التنازل عن عرش مصر لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد في 26 من يوليو عام 1952 وتشكيل مجلس وصاية على العرش. ولكن إدارة زمام الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبد الناصر. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة، وتآمر الخونة على جعل مصر بدون جيش كامل التسليح، وبذلك ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 من يونيو عام 1953. في 26 من يوليو عام 1952 وتحت ضغط ثورة 23 من يوليو تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد، والذي كان عمره في حينها يبلغ 6 أشهر. فريضة موجهة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول تحمل مطلبين على لسان الشعب. الأول أن يتنازل جلالته عن العرش لسمو ولي عهده قبل ظهر اليوم، والثاني أن يغادر جلالته البلاد قبل 6:00 من مساء اليوم. وقد تفضل جلالته فوافق على المطلبين، وبذلك كان آخر ملوك مصر وآخر من حكم من الأسرة العلوية. استمر حكمه 16 عاما، وبعد تنازله عن الحكم أقام في منفاه بروما إلى أن توفى في 18 من مارس عام 1965. في 26 من يوليو عام 1956
أعلنها مدويا الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الذي ألقاه في الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير، أعلن فيه عن تأميم قناة السويس. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وهو لم يكن قرارا اقتصاديا على قدر ما كان قرارا سياسيا مغلفا بروح التحدي. ونزل الآلاف من الشعب إلى الشوارع مؤيدين لإعلان تأميم القناة. ونجحت مصر في إدارة قناة السويس بكفاءة بالغة وتطويرها وحفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي أبهر العالم بإرادة مصرية وبتصميم على المضي قدما من أجل مستقبل أفضل يحمل في طياته الرخاء والنماء والاستقرار لمصر. في 25 من يوليو عام 1959 بدأ إرسال إذاعة الشعب التي اهتمت بالبرامج الريفية والتعرض لكل ما يهم الفلاح المصري. وقد عرفت مصر الإذاعة منذ العشرينيات عن طريق ما عرف باسم الإذاعات الأهلية، والتي كانت بسيطة المضمون في خطابها الإذاعي. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة